دلوقتي انت مضطر تقف في مكان مستني حد، او واقف في مواصلات عامة، او في محطة اتوبيس، او في محطة مترو، او ايا كان ومستني، فمضطر تقف. الوقوف ده ليه شوية آداب كده. بالمنطق كده لما تيجي تقف حاول تبص حواليك، المساحة اللي انت واقف فيها دي هتعدي حد ولا مش هتعدي حد؟ قرر ما بينك وبين نفسك، قرر حاجة من الاتنين، يا اما المساحة هتعدي حد يا اما ما تعديش حد. تمام. النقطة الأولى، لو قررت إن المساحة دي تعدي حد، فلازم تعدي حد مرتاح، يعني مش مضطر إن هو يخبط فيك أو يخبط في اللي واقف قدامك عشان يعدي، تبقى مساحة كافية. لو قررت إن المساحة دي ما تعديش حد، فلازم برضو ما تلزقش في الشخص اللي قدامك أو اللي جنبك أو أيا كان هو فين، بحيث إن هو نفسه ميبقاش عارف يتحرك أو تبقى ملامس فيه وأنت مش واخد بالك. في نفس الوقت لو انت الشخص ده على يمينك او امامك او كده، ما ينفعش تبقى باصص في حتة تانية. يعني ان انت مثلا باصص على يمينك وهو على شمالك، فهتلاقي نفسك بتتوجه للشمال غصب عنك من غير ما تبقى واخد بالك وبتلامس فيه. فلو الشخص ده انثى مثلا على سبيل المثال، فانت هتبقى بتخبط فيها من غير ما تاخد بالك. فبالتالي لازم تبقى يعني ملم بنفسك كده وواخد بالك من ابعادك هي ايه، عشان ما تضايقش الناس اللي حواليك. ناس كتيرة بتقول ان المعلومات دي ما بتطبقش مثلا غير على الناس اللي ماشيين او كده. لا، المعلومة دي برضو بتطبق على الناس اللي راكبين عربيات او كده. لازم برضو لو بيركن يكون سايب مساحة للناس بما فيه الكفاية. يعني اما انت بتحضن على العربية او بتحضن على الرصيف او كده، او بتسيب مساحة للناس تمشي فيها. لكن الحلول الوسط دي بتتعب الناس. فالكلام ده بينطبق برضو على العربيات او اي حاجة انت بتمتلكها وواقف بيها في وسط مكان عام. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومة، ومتنساش تشير المعلومة عشان كل الناس تستفيد بيها. تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.